ذلك؟ اسمع يا لينغ، أنا لست خائفا من جادر، فهو رجل متهور، لكن أنا قلق من عودة جايان. وهل يمكن أن يعود جايان يا سيدي؟ هذا ما أظنه، فجادر لا يمكن أن يقاتل أبدا إلا بالاعتماد على أخيه جايان، فهو لا يثق إلا به. لكن هذا قد يطيل المعركة. نعم، وهذا ما يقلقني، فإذا انتهت المهلة التي حددها لنا روجو فإنه سيهاجم ناكيرو ونحن غائبون عنها. لهذا كله يجب علينا الإسراع. يا رماح، هزيم الرعد ودعها ولن يصعد إليها بعد هذا اليوم. شاهين، لما لا تريدني أن أصعد إلى الصاعقة بعد اليوم؟ الصاعقة سفينة رائعة، ولكنها لم تعد تناسبك. أفهم شعورك جيدا، لكنك لم تعد جنديا عاديا، أنت الآن القائد العام لجوجو. اسمع، أصبح من الخطر أن تذهب إلى الصفوف الأمامية وتعرض نفسك أمام قوات العدو، فهذا قد يشجع أي مغامر على محاولة قتلك. ولكن من الآن فصاعدا سوف تقود المعارك من غرفة العمليات. أستطيع أن أفهم حتى الآن لماذا قام روجو بمهاجمة ناكيرو أولا، فهي ليست هدفا مهما له على الإطلاق. ترى أية مدينة سيهاجم الآن؟ لو كنت مكان كوسيشو لفكرت أن أهاجم هذه المدينة. مدينة سايو؟ نعم، فموقعها يسمح لها أن تكون مركزا قويا لمهاجمة مدينة بوت. هزيم، أكرر لك نصيحتي، لا تذهب إلى صفوف القتال الأمامية. من إذنكم سأذهب. لكن ألن تأكل يا سيد شاهين؟ لا، فأنا لست جائعا ولا أتناول الطعام في أثناء العمل. ماذا تقصد يا شاهين؟ توقف! أنت تهينني! ارجع إلى هنا! يبدو أنني أرهقته بالعمل. لقد تعمد أن يسدد نحو قدمي، هذا يعني أنه لا يقصد قتلي. أخي إيسين، سامحني. يريد كوسيشو أن يلعب بعواطفي ويجعلني أرتبك ليضعف خطتي في المعركة القادمة، لكن ذلك لن ينجح أبدا. سننقذه. ألا تريد أن توحد المجرة يا هزيم الرعد؟ بالتأكيد. إذن عليك أن تتجاهل عواطفك، وإلا فسوف يستغلونها. لقد حصنا مدينة سايو بأسطول حربي جيد، لن ينجحوا في التغلب عليه. لدي خطة حربية محكمة. هذا رائع، إذن سأترك الأمر لك. أسطول حماية سايو يندفع نحو أسطول العدو. ستبدأ المعركة. أخي إيسين، سامحني. يبدو أن الأسطول المهاجم أقوى مما توقعت. لماذا يحدث هذا؟ وضعت خطة جيدة. ترى هل أخطأت في التقدير؟ أم أن قائد الهجوم يفوقني في الخبرة والتخطيط الحربي؟